اللي غادي يكون ضربه شويه قاسحه تقدر تفوت 8 مليون دولار. الامور لن تتوقف هنا. هذا واقع. العقوبات تماما فين ممكن توصل سي منصف وشكون معني بها؟ تماما، الله يعطيك الصحه. علاش؟ لان خصنا نذكروا واحد الواقعه وقعت في المغرب في 2015. المغرب فاش رفض انه يستضيف كاس افريقيا بسبب ايبولا او بسبب اشياء اخرى، والله اعلم. هذه دوله عندها اشياء ديالها، ربما شافت واحد الامور اللي هي عارفاها في المستويات ديالها وقررت انه قرار سيادي. ما كان طلب التاجيل، ما طلبش الالغاء، وكان طلبت التاجيل. وكان العقوبات اللي كانت صدرت انذاك الكاف كان عقوبات يعني اتت على الاخضر واليابس. تعويض النقد التلفزي، تعويض المستشهرين، توقيف الممارسه هنا على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات. هذا كان في 2015. الان مع فريق اللي تنجيو للمباراه النصف النهائيه، اللي فيها نقد تلفزي وفيها مستشهرين وفيها واحد الرهان كبير من طرف الكاف على مستوى المداخيل. حتى البلاغ اللي صدر ليله المباراه الكاف شنو قال؟ لم تجرى المباراه ونعتذر للرعاة ولاصحاب النقد التلفزي. هنا انا حرمتني كانت النقد التلفزي، انا متعاقد مع الكاف بالملايين الالتزامات تماما. يعني الان غتكون عقوبه حتى الماليه كاين واحد 50,000 دولار اللي غادي يديها، هذيك عاديه ما فيهاش اشكال. ولكن تعويض ديال النقد التلفزي وديال الرعاة اللي غادي يكون ضربه شويه قاسحه تقدر تفوت 8 مليون دولار. وكاين احتمال، اقول احتمال، ديال انه توقيف فريق اتحاد العاصمه لمده 2 سنين.